السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم رميسة الشاوية، فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم بغيت نشارك معكم واحد السلطة اللي تتجي رائعة ولذيذة واقتصادية ومكونات بساط يكونوا في اي منزل مغربي. نتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء وتعاونوني بلي لايك باش ان شاء الله تعم الفائدة على الجميع. على بركة الله نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 250 غرام ديال الرز كما تشوفوا في الزكتو من قبل في الماء اللي تيكون هي بارد، حتى تيتحيد منه ديك النشا. واخا كي تنعرفوا الروز معمر تيتحيد منه النشا، ولكن واحد شويه. هنا غليت الماء، درت فيه واحد القبيصه الملحه وترمي فيه داك الروز بعد ما تيتسلق لينا كيف ما تتشوفوا. تنحركو واحد شويه. هنا عندي الخضر، هنا عندي خيزو وعندي بطاطا كيف ما تتشوفوا، يعني مكونات بساط والصراحه تجي رائعه ولذيذه. هنا تنسلق خيزو حتى هو، وتنسلق بطاطا وتنسلق الباربه على حسب الذوق ديال اي واحد. اي حاجه الخضره اللي عندكم في المنزل ممكن تستعملوها. انا استعملت الباربه وخيزو، وطبعا الخيار ومطيشه عندي في الدار. صراحه سلطه اقتصاديه وناجحه 100%، وخصوصا مع دابا تبارك الله الصيف تتجي بارده ولذيذه. هنا بعد ما تسلق ليا الرز تنبردو تنخليه ينشف من الماء. بالنسبه للبيض درت 2 بيضات تيتسلقوا. هنايا كيف ما تشوفوا عندي درت البيرسيل وشويه ديال لاصوص، شويه الملحه، شويه البزار، وغادي نزيد واحد شويه المايس كيف ما تشوفوا معايا الملحه، وشويه زيت العود بطبيعه الحال. نفس القوام اللي درت في الرز هي اللي درت في الباربه ودرت في خيزو في بطاطا. الباربه تنزيدها واحد شويه الخل هي وخيزو مع نفس المكونات كيف ما تشوفوا معايا، ملحه والبزار وشويه البيرسيل وزويته العود. وعندي هنايا واحد العلبه ديال الطون. الصراحه تتجي لذيذه. وعرفتوا دابا تبارك الله مع الصيف صيف عندنا حنا في مراكش، راه عندنا الحراره رحنا فوق شويه، ولكن الحمد لله والشكر لله. المهم تنديروا سلطات هكا باردين هما اللي تيدوزوا لينا الصراحه، ماشي حاجه سخونه ما تنقدروش عليها دابا في الصيف. قلت اش ندير، اسهل حاجه هي هاد سلطه ديال الرز كيف ما تشوفوا معايا. الصراحه جات لذيذه وغزاله، ويعني في وقت وجيز تتوجدوها، يعني راه ما تاخذش كاع الوقت بزاف، وحتى المكونات راهم بساط، يعني راه كاينين في اي منزل مغربي تلقاو الخضار. كيف ما قلت لكم نقيطه الخل تنديرها انا في الباربو في خيزو يعني كيف ما تشوفوا معايا. ولا ما كاينش الخل تقدروا تعصروا واحد نص حامضه. هنا خلطت المكونات كاملين كيف ما تشوفوا معايا. دابا تنزيد الطون وغادي نزيد المايس، وتتزينوا بالطريقه اللي تتبغيو نتوما. اي واحد الطريقه اللي تتعجبو يقدر يزين بها. انا هنا تندير المول العجيب، هنا تنحرك كل شيء مع بعضياته كيف ما تشوفوا معايا. هنا عندي هنايا المول العجيب درت ليه بابي فيل باش ما يلصقش ليا، تنعمرو باش يجيني الشكل زوين. انا الصراحه عندي المول العجيب عادي، اما اللي عنده داك اللي تيكون فيه شريطات في الجناب تيجي زوين الشكل ديالو، وداك الطويل حتى هو. انا عندي هذا عادي ماشي مشكل استعملته. هانتوما كيف ما تشوفوا. وبالنسبه للتزيين اللي بغى يزين مثلا بالزيتون كحال بالبيض السمان، انا درت البيض عادي، ما كانش عندي البيض السمان بصراحه. مازال البيض السمان تيجي زوين في التزيين. هنا درت بيض عادي ومطيشه عاديه، او لا اللي عندك طوماط سوغيز حتى هي تزيني بها تجي رائعه الصراحه. المهم التزيين تيبقى اختياري على حسب كل واحد. هانتوما كيف ما تشوفوا معايا. هنا تنحط بطاطا وتنحط الباربه وتندير خيزو والخيار. كيف ما قلت لكم اي حاجه الخضر عندكم ممكن تستعملوها في لي سالاد. بصراحه حنايا الخضر كلهم تنستعملوهم في المغرب. اي نوع الخضره تنقدوها سلطه.
كيف ما تشوفوا راه ساهله ماهله. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء وتعاونوني بلي لايك باش ان شاء الله يوصلكم كاع الفيديوهات الجداد ديالي يوصلوكم، انه فضلا وليس امرا. وتنشكر كاع الناس اللي تيشجعوني وتيسولوا فيا، تنقول لهم شكرا لكم بزاف. وسمحوا لي غبرت عليكم يلي ظروف العمل وصافي، داكشي علاش غبرت واحد شويه. كما تشوفوا بنفس الطريقه تنمشيو هنا تنديروا الباربه. يعني راه ساهله ماهله هاد السلطه صراحه، ومزيانه حتى الوليدات الصغار اللي ما تياكلوش لهم الخضر يقدروا ياكلوا في هاد لي سلطات. كيف ما تشوفوا معايا تزيين ساهل ماهل واقتصاديه سلطه ورائعه شكلا ومذاقا. تنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وتنشكركم بزاف 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 على المتابعه، وتنقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم، بسلامه.